الزميل أيمن ما زال تحت هول الصدمة، لكن هي صدمة جميلة، صدمة جميلة من النوع الذي يخترق القلب، من النوع الذي يرسم البهجة في وجه هؤلاء. الجمهور المغربي عمار كان له دور كبير في هذا الإنجاز منذ أول مباراة للمنتخب المغربي ضد كرواتيا، كلهم رغم كل الظروف القاسية إلا أنهم أبوا إلا أن يكونوا حاضرين ليشجعوا المنتخب المغربي، بعضهم من استلف، بعضهم من أتى في ظروف قاسية جدا، لكن كل هذا يهون كما يقولون. كيف اليوم؟ إنجاز كبير، إنجاز كبير. أنس فلسطيني، إنجاز رائع، إنجاز تاريخي، إنجاز سوف نتذكره ونذكر أولادنا وأبنائنا وأحفادنا. المغرب فخر العرب، ألف ألف مبروك للمغرب العرب. أنا فلسطيني من الداخل ولكن أتيت هنا لأشجع المغرب. مبروك للمغرب ومبروك المغرب، وغنديو الكاس إن شاء الله بإذن الله، غنديوها وديما المغرب. تفضل. كيف شفت أداء المغرب اليوم؟ مبروك للمغرب، مبروك للعرب الكل، مبروك للمسلمين كاملين. أول إنجاز تاريخي كيديروا بلد عربي. إذا عمار، الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي يوحد كل العرب اليوم بصوت واحد بهتاف واحد. نحن قادرون، نحن أيضا سيعمل لنا أو سيحسب لنا ألف حساب منذ اليوم، لن نتوقف بإذن الله حتى النهائي. أفراح كبيرة عمار. حمزة، طبعا أنت ستبقى معنا بكل تأكيد في الإطلالات القادمة للحديث أكثر عن هذه الفرحة. الفرحة لم تقتصر طبعا هنا في العاصمة القطرية الدوحة في محيط ملعب